مساء الخير عليكم يا أبطال. النهاردة هنلعب تمرينة جميلة للظهر، بتركز على السبعة، ازاي تخلي ظهرك سبعة والسمك بتاع الظهر. أهم حاجة نسخن كويس زي ما احنا متعودين. وطبعا ببدأ بالديد ليفت، اللعبة اللي أنا عمري ما هتجاهلها خالص في بداية التمرين. وأهم حاجة أسخن لها كويس وأمهد لها كويس، لأن أنا بحب أشيل فيها وزن. وأهم حاجة أشيل فيها وزن تدريجي، ما أجيش على نفسي فيها عشان ما أذيش نفسي. اخدها تدريجي طبعا لحد ما اوصل لاقصى وزن اقدر اشيله. ولو عايز ازود وزن ازود تدريجي، مثلا كل اسبوع ابتدي ان انا ازود تدريجي، مثلا حاجة بسيطة في حاجة بسيطة، واحدة واحدة، لحد ما يعني ان شاء الله اوصل فيها لمستوى كويس. تمام. بعد كده بخش على العقلة، طبعا من اساسي التمارين اللي هتخلي لك ظهرك فيه. اهم حاجة بس تعصر فيها فوق، تعمل فيها سكويز فوق على قد ما تقدر، وتعمل فيها استطالة لما تنزل تحت. يعني عايزك تثبت تحت ثانية وتثبت فوق ثانية، دول افضل حاجة هتظبط معاك الظهر. يعني انا عارف العقلة صعبة شوية، بس هي محتاجة استمرارية. يعني مثلا لو هلعب الاسبوع ده مثلا 5 عدات بالعافية، المرة الجاية اجيب 6، المرة الجاية اجيب 7. فحاول ان انا ادرج فيها واحدة واحدة. بعد كده بخش طبعا بعزل الجسم كله، بركز على عضلة العريضة في الظهر، وبلعب على التي. يعني انا هنا غيرت التي لان محملش على القطنية، لان انا طبعا بادئ قطنية بدل البارو الحر. بلعب على التي وبعصر فوق زي ما انتم شايفين، وبنزل نزلة بطيئة، وبعمل استرتشات على قد ما بقدر. الاسترتشات دي بتعمل استطالة للعضلة، بتكبر معاك العضلة. والسمك نفسه بالعصر والسكويز اللي فوق هو اللي بيديك السمك بتاع العضلة. فأهم حاجة الاتنين على قد ما نقدر. تمام. طبعا بعد كده هنخش على اللتس من تحت والسحب بالكوع. هنعصر بالكوع ونرجع، هنعصر بالكوع وهنرجع. من اجمل التمارين لللاتس. وطبعا هنا هنلعب 3 في 15، وبرضو العقل على قد ما نقدر، والتي 3 في 15 برضو. وبعد كده بقى هنخش على المرجحة، من اجمل التمارين لعزل المجنص من فوق. هتفجر معاك المجنص، بس التكنيك اهم حاجة. يعني تطلع طلعة بطيئة بحيث ان انت تسحب المجنص تدريجي، وتنزل تعصر ظهرك كله، وتطلع بالمجنص تدريجي، تسحب اللاتس كلها لفوق تدريجي برضو. 3 مجموعات في 15. تمرينة جميلة. يعني اهم حاجة عايزة الارتكاز فيها وتركز فيها كويس جدا، وصدقني هتوصل لنتيجة كويسة. يعني الاهم من التمرينة والتشكيلة نفسها التكنيك اللي انا هلعب بيه. يعني ما فكرش اللي انا هاخد يعني ان التمرينة هي اللي هتكبر معايا العضلة. قبل ما تكون التمرينة كويسة لازم التكنيك بتاعي يبقى مظبوط، هو ده اللي هيظبط معايا جسمي، هو ده اللي هيحسن معايا الدنيا. بعد كده باخد واحدة تراي. يعني طبعا التراي ما اشتغلتش معانا خالص في الظهر في عضلات السحب، فالباور بتاع التراي بيبقى لسه موجود. باخد 4 مجموعات في 12 عدة، بفجر التراي الصراحة. وكده تشكيلتنا خلصت، وقولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات.